اهلا وسهلا بيكم في اول جزء من حلقات اسئله الاي كيو. وزي ما انا قلت لحضراتكم، يا ريت اللي بيتفرج على الحلقه اول مره لايك كتير جدا للحلقه وسبسكرايب على طول للقناه وشير بكل قوتك للحلقه، وانت شايفين الحلقه يعني هتفيدكم، عشان خاطر اقدر ان انا ده دعم منكم للقناه، اقدر ان انا اكمل وانزل لكم حلقات جديده واسئله جديده اول ما بتنزل اول باول على طول. وهنحاول طبعا نعمل حصر لكل الأسئلة المتاحة اللي بتنزل في امتحانات البنوك ونجيبها لكم أول بأول عشان خاطر دي تفيدكم في الامتحانات. نبدأ كده الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا زي ما احنا شايفين في مجموعة من اللي هو الشكل اللي على الشمال، الأشكال اللي على الشمال دي كلها عبارة عن مجموعة من المربعات، وبيقول بيقول لحضراتكم هات لي من الأشكال دي الشكل اللي بعد كده، اللي هو الشكل التالي بعد المربعات اللي على الشمال. طيب، بالراحة كده نبدأ نفهم المربعات دي ماشية ازاي. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، احنا بنبدأ بمربع اسود. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، بنبدأ بمربع اسود وبعد كده مربع ابيض وبعد كده مربع اسود وبعد كده مربع ابيض. تمام، يبقى اذا مبدئيا كده الشكل اللي هيجي بعد كده لازم يكون مربع ايه؟ اسود. صح صح كده، تمام. ليه؟ لان هي واضح من الترتيب بتاعهم ان هو اسود في ابيض، هو بيغير اللون كل ايه مربع شكل المربع اللي بعده. طيب، هنبدا بعد كده نبص على اليمين كده في المربعات اللي موجوده. هتلاقي بعد كده هنا ابيض، هنا مربع هنا هتلاقي ابيض، والمربع هنا هتلاقي ابيض. يبقى اذا اللي هو ايه؟ الاتنين دول مستبعدين. مبدئيا كده هنستبعد ايه اللي هو الشكلين دول، الشكل اللي هو رقم بي والشكل اللي هو رقم دي، كده نستبعدهم من الاول. يبقى فاضل عندنا مربع رقم اللي هو الشكل رقم ايه والشكل رقم سي. طيب هجيب الاثنين بناء على اساس ايه؟ نبدا نخش جوه المربعات، نلاحظ ان هو بدا باسود وبعد كده ابيض وبعد كده اسود. تمام، يعني هو كل مره وبعد كده الشكل اللي بعده راح مزود مربع زياده، اللي بعده راح مزود مربع زياده. يبقى اذا احنا هنزود في كل مره مربع شكل. تمام كده، يبقى الإجابة الصح اللي موجودة تمام ومتناسقة معانا هو المربع الشكل رقم ايه. ليه؟ لأن هو هنا لما احنا زودنا، احنا اتفقنا ان الشكل اللي بعد كده هيبقى هيزود مربع واحد، هنا راح مزود مربعين، اللي هو المربع ده زائد المربع اللي في النص. يبقى احنا الشكل الصح اللي موجود عندنا هو الشكل رقم ايه. فهمناها ازاي؟ تمام كده، نخش على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده وهو سؤال هقول لكم دلوقتي فكرته ايه. تمام، هو بيقول في نص السؤال اذا كان الشكل ده هو يعني بيبقى هو الشكل ده او الشكل ده مقابله الشكل ده، يبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده يبقى المقابل بتاعه ايه. تمام كده، تعال نفهم الموضوع بالراحه. الشكل ده بيعتمد على حاجه اسمها المرايه. تمام، هنبدا نفهم دلوقتي. يعني في بعض الناس بدات تفهم يعني ايه مرايه. المرايه ان هو الشكل ده هو الشكل ده بس مقلوب، يعني كانك حاطط مرايه قصاده. يبقى ده اسم ده شكل الايه؟ المرايه. طب تمام، يبقى اذا تعال بقى نشوف لو طبقنا مبدأ المرايه على الشكل ده، يبقى انهي شكل اللي هيبقى موجود معانا. تمام، يعني كل اللي احنا هنعمله هنجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، مش اكتر من ذلك ولا اقل. المربع اللي موجود دهوت هيبقى ايه؟ تحت اهو، نلاحظ ان ده موجود تحت اهوت، والمربع ده موجود فوق ونفس الشكل. يبقى اذا الاجابه الصح بتاعتنا هي رقم بي. بي هي الاجابه المظبوطه، اللي هو عكس الشكل اللي موجود فوق ده. تمام كده، هي بالظبط بتعتمد على فكره المرايه. تمام، عشان نفهم الاسئله اللي بتيجي كلها بتبقى فكره اساسيه بتاعتها، لا اما فكره مربعات زي اللي فاتت ويقول لك الشكل اللي بعد كده، بنحاول نشوف طبعا الميكانيزم بتاع المربعات دي ماشيه ازاي، ونخش بعد كده على الشكل اللي بعده سواء بالعلاقات او الكلام ده. بنحتاج بس تركيز بسيط في الشكل بتعرف ايه الشكل اللي بعد كده او طريقه المرايه. وبرده في طريقه تانية هنشوفها بعد كده في الطرق اللي بعد كده. خلينا مع بعض شوف، خش على السؤال اللي بعده. السؤال ده مطلوب منه ان هو عايز يقول لحضراتكم ايه الشكل التالي من بعد الاشكال دي وفقا للايه الترتيب اللي موجود. طيب، نبص بقى بالراحه كده ونلاحظ حاجه مهمه جدا. هنا الشكل ده فيه مربعات في النص او فيه اشكال في النص، فيه حاجات سودة في النص ماشي، سواء مربعات سودة او يعني في رسمه حاجات سودة في النص. تمام، بعد كده فراغ، بعد كده سمبوكسات في النص، بعد كده فراغ. تمام كده. طيب، يبقى مبدئيا كده الشكل اللي هيجي بعد كده هيبقى فيه رسمه في النص، سواء سمبوكسات او مثلثات زي ما احنا شايفين او مربعات او ايا كان، في المهم في حاجه في رسمه هتبقى في النص. تمام كده. طيب، يبقى اذا الشكل ده كده هيبقى مستبعد والشكل ده مستبعد لان الاثنين دول فراغ. تمام كده. طيب، يبقى عندنا لا اما سي لا اما دي. طيب، ناقص حاجه مهمه جدا وهوضحها لكم دلوقتي. لما كان المربع كان بيجي فيه رسمه في النص
كنت بتلاقي اللي هو العلامتين دول، اللي هو الشكل اللي هو الايه اللي نص مستطيل اللي موجود فوق ده، ما بيبقاش فيه اللي هي الدايره او الايه الدايره الصغيره اللي موجوده دي. شايفين الحته دي؟ ما بتبقاش موجوده في المربع، واخد بالك، اللي الداخلي ده اللي هو المفتوح ده، ساعه لما بيكون في شكل في النص بدأت توصل. تمام. يعني الشكل اللي هي العلامه الصغيره دي ما كانتش بتبقى موجوده ساعه لما يكون في النص. يبقى اذا هنلاحظ ان الشكل ده في شكل هو سمبوكسات في النص، ولكن في الدايره هنا في الجنب من على اليمين هنا في حته زي دي. ماشي. لكن الشكل ده فيه اللي هو شكل المثلثات دي كده، ولكن مفيش اي حاجه في المستطيل الداخلي. يبقى اذا الشكل الصح هو اللي موجود هو شكل دي. تمام. هيبقى ده المسلسل اللي بعد كده هو ده وفقا للمنظومه اللي احنا شايفينها قدامنا. تمام كده. نبدا في السؤال اللي بعده. هنا برضو في السؤال ده بيقول لي وفقا للاشكال اللي هو المربعات اللي هو الشكل اللي على الشمال ده ايه، بيقول لي ايه هو الشكل التالي من الاشكال اللي موجوده هنا دي. نبدأ برضو نلاحظ حاجة مهمة برضو، ان هنا الدايرة اللي في النص هنا لونها ابيض، وبعد كده بتبقى لونها اسود، وبعد كده ابيض، وبعد كده اسود. يبقى اذا الشكل اللي هيجي بعد كده هيبقى لونه ابيض. يبقى نستبعد الشكل ده كده والشكل ده كده. تمام كده. طيب نيجي نبص بعد كده نعرف بقى العلاقة ما بين الاتنين ايه، ما بين الدوائر دي ايه. الدايرة الأولانية اللي هي الدايرة اللي في النص كانت يعني كان فيها، أو زي ما احنا شايفين، ضلعين متقاطعين مع بعض. جينا بعد كده للدايرة اللي هنا، راح مزود ضلع زي ما احنا شايفين تحت، أو زود خط زيادة. كده يبقى إذا اللي هيجي الشكل الأبيض اللي بعد كده هيبقى برضه هيبقى فيه ضلع زيادة. طب تعال نشوف. يبقى احنا قلنا احنا هنتفق إن الشكل ده مشطوب، والشكل ده إيه مشطوب، عشان اللي هيجي بعد كده هيبقى أبيض. تمام. هنا الدايره دي، ما هو هنا مزود ضلع وهنا مزود ضلع، بس الاقرب للشكل ده، تمام، هو الاقرب للشكل ده اهو، تمام، هو الشكل ده اللي هو سي. لان هو هنا نفس الشكل، نفس الشرطه القصيره في النص دي اللي هي بالعرض، والشرطه الطويله بالطول. فاذا الاجابه الصح اللي موجوده هتبقى سي. تمام كده. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال ده برضو محتاج يعني ملاحظة بسيطة. هو هنا بيقول لي برضو اي شكل من الاشكال اللي موجودة من ال دي هو الشكل التالي بعد ايه، بعد الاشكال دي كلها. تمام كده. بعد الاشكال دي. تمام. طيب هنلاحظ حاجة. الخط اول ما بيبدأ هنا بيبدأ في النص، بعد كده بيبدأ يبقى هنا في الجنب هنا، يعني شوف طلع من الجنب، بعد كده بيبدأ هنا. اذا الخط ده ماشي مع عقارب الساعة، يعني الخط اللي في النص ده ماشي مع عقارب الساعة. تمام كده. طيب يبقى اذا الخط اللي بعد كده هيبقى ايه، هتبقى الاجابه هتبقى رقم سي. وضحت كده. لاحظ بس العلاقه ممكن حاجه واحده بس هي اللي تكشف لنا الموضوع. هنا مفيش اي علاقه بين الرسومات، يعني انت مش شايف مثلا ان هو بادئ مثلا باسود يعني مفيش اي علاقه واضحه بين الرسومات، ولكن العلاقه الواضحه اللي موجوده بين الرسومات هو الخط وحركه الخط اللي هو بيتحرك مع عقارب الساعه. يبقى الاجابه الصح هتبقى رقم سي. تمام كده. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لك هو هنا طلع ايه الشكل المختلف من الاشكال اللي قدام. تمام. ايه الشكل الشاذ او المختلف من الاشكال المربعات اللي موجوده قدام. تمام. بالراحه كده نحاول نبص بصه الاول، يعني قبل ما يجي لك الاسئله دي بالذات تحاول تبص بصه كده يعني سريعه، وبعد كده تبدا تجاوب. ماشي. طيب دلوقتي هنلاحظ ان المربعات اللي احنا شايفينها قدامنا في الاشكال اللي احنا شايفينها قدامنا، لما بيكون لاحظنا حاجه، لما بيكونوا مربعين في نفس الاتجاه، تمام، المربعين الصغيرين دول لما بيكونوا في نفس الاتجاه بيبقى لونهم مختلف. يعني مثلا بتلاقي هنا دول في نفس الاتجاه، بتلاقي هنا ابيض واسود. تمام. هنا مثلا في نفس الاتجاه فبتلاقي هنا ابيض واسود. تمام كده. طيب يبقى الشكلين دول معانا مفيش مشكله بالنسبه لهم، شكلين متشابهين. نيجي بعد كده لما لاحظنا لما بيكون ايه المربعات في اشكال في اتجاهات مختلفه، يعني واحد فوق والتاني تحت، بتلاقي اللون هو. هنا الاتنين دول في في اتجاهين مختلفين، تمام، او الشكل في اتجاهين مختلفين فتلاقي الاتنين اسود. هنا الاتنين دول في اتجاهين مختلفين فالاتنين ابيض. يبقى الشكل الوحيد اللي مختلف عندنا هو رقم سي. تمام كده، عشان هو خارج المنظومه اللي احنا ماشيين عليها. فهمنا السؤال، اجابه السؤال جت منين. تمام. نبدا بعد كده نخش على السؤال اللي بعده. السؤال ده برضو بيقول لحضراتكم ايه الشكل المختلف من الاشكال اللي احنا شايفينها قدامنا. هنبدا نبص كده هل في علاقه ما بين الحاجات اللي موجوده قدامنا. لا مفيش علاقه ما بينهم، مربعات ومثلثات، يعني مفيش علاقه واضحه توضح الموضوع. يبقى اذا
هنبدأ نبص على عدد الأضلاع اللي موجودة قدامنا ونقارنها ببعض. تمام كده؟ طيب هنا مثلث وشكل خماسي. المثلث هنا بتلاتة زائد الشكل الخماسي هنا خمسة، يبقوا هنا كام؟ تمانية. يبقى هنا نحط رقم تمانية، يبقى كده تمن أضلاع. طب هنا مربعين، أربعة وأربعة يبقوا تمانية برضو. تمام كده؟ طيب الدايرة بتتحسب بضلع، دي دايرة بنحسبها بضلع واحد. تمام كده؟ طيب يبقى هنا ادي واحد اتنين، والمثلث دي عبارة عن دايرتين. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا هنا تمانية وهنا تمانية. هنا دايرتين، ادي اتنين وتلاتة وتلاتة، يبقى برضو هنا كام؟ ستة واتنين تمانية. تمام كده؟ طيب برضو هنا تمانية. نيجي على الشكل الأخير اللي موجود قدامنا هنا، مربع ودايرة. احنا قلنا الدايرة بنحسبها بإيه؟ بضلع. يبقى هنا مربع، هنا أربعة زائد واحد يبقوا خمسة. جميل. طب هنا برضو نبص، هنا مربع وأربع أضلاع، يبقى أربعة زائد تلاتة يبقوا سبعة، ودايرة والدايرة يبقوا تمانية. يبقى إذا الشكل المختلف هنا عن الموضوع هو رقم دي، لأنه عبارة عن خمس أضلاع فقط لا غير. دي برضو طريقة من الطرق اللي احنا ممكن نطلع بيها اللي هو ايه الأشكال المختلفة من الأشكال اللي موجودة عندنا. خش على السؤال اللي بعده. السؤال ده برضو بيقول لحضراتكم طلع الشكل المختلف أو الشاذ من الأشكال اللي انت شايفها قدامكم. نلاحظ حاجه كويسه جدا، كل الاشكال كلها شبه بعضها، مفيش اي يعني هنا كله شبه بعضه، مفيش اي حاجه مختلفه. يعني هنا مربعات السودا فوق، مربعات بيضاء تحت، مربعات سودا ومربعات بيضاء، الاثنين كلهم شبه بعض، مفيش اي اختلافات كتيره واضحه ما بينهم. تمام كده؟ طب نبدا نطلع الشكل اللي هو ايه المختلف، نجيبه منين؟ نلاحظ ان كل المربعات السودا في الاشكال دي كلها فوق، كلها فوق اهي. تمام كده؟ الوحيد المربع بتاعه تحت، السودا تحت، هو ايه؟ هو الشكل ده. يبقى اذا الشكل المختلف عن الموضوع هو رقم دي. تمام كده؟ خش على السؤال اللي بعده. السؤال ده برضو بيقول لنا وضح الشكل الشاذ او الشكل المختلف من الاشكال اللي انت شايفها قدامك من اول ايه لغايه ايه. تمام. نركز كده ونشوف المربعات قدامنا. هنلاحظ ان اول مربع عندنا فيه اربع مربعات سود، يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وتلاتة بيض. تمام. اللي بعده هتلاقي نفس الكلام، اربع مربعات سود وتلاتة بيض. هنا برضو اربع مربعات سود وتلاتة بيض. هنا هتلاقي الشكل اللي هو رقم دي، ادي واحد اتنين تلاتة، تلات مربعات سود وتلاتة بيض. يبقى ده هو ده الشكل المختلف اللي موجود. حتى لو حصل وكملنا الشكل اللي هو رقم ايه، هتلاقي هنا في برضو اربع مربعات سود وتلاتة بيض. يبقى الشكل المختلف والاجابه الصح هي الاجابه رقم دي. خش على السؤال اللي بعده. ده سؤال جميل جدا، وهو بيقول لي هو توقع، يعني هو ايه هو السؤال ايه هو الاجابه المفروضه مكان علامه الاستفهام اللي هي موجوده هنا دي. تمام. السؤال ده جه في امتحان بنوك قبل كده، وتقريبا كان بنك مصر تقريبا حسب ما اتذكر، وسؤال مهم جدا. اول حاجه هنحسب الدايره، هنشوف اقسام كل دايره كام. تمام كده؟ هنلاحظ ان هنا دي اربع اقسام. تمام. او نشوف، هجيب لكم الاول ازاي تعرفوا العلاقه اللي موجوده. هنا جايب لكم اربع ارقام وفي النص هنا في رقم الاجابه. تمام. طب نعرف الموضوع ده ازاي؟ طيب نجمع اتنين وتمانية، ادي مثلا عشرة وتلاتة، يبقى الاجابه هنا هتطلع مجموع الارقام دي يساوي 20. طب لو قسمنا 20 على 5 هيطلع كام؟ أربعة. أربعة دول اللي هي عدد الأقسام اللي هم الأربع أقسام بتوع الدايرة. تمام كده؟ يبقى احنا كده بقى نفهم العلاقة ماشية ازاي. هو بيقسم الرقم اللي بيطلع على أقسام الدايرة اللي موجودة. طب احنا الكلام ده نتأكد تاني. تمام كده؟ طيب اللي بعد كده هتلاقي مجموع الأرقام ده هيجيب 30 في الدايرة دي كده 30. لو قسمنا على الستة هيطلع كام؟ خمس أقسام، وبالفعل هي الدايرة هنا مقسمة لخمس أقسام. ماشي. يبقى الإجابة اللي بعد كده هنجمع الأرقام ده هيطلع 48. تمام. مجموع الارقام ده يطلع 48. تمام. لما نقسم 48 على الاقسام بتاعتها اللي 1 2 3 4 5 6 اللي هم 6 يطلعوا، يبقى الاجابه الصح هي 8. يبقى الاجابه الصح اللي المفروض نحطها مكان الايه علامه الاستفهام دي هيبقى رقم 8. تمام كده؟ سؤال سهل اهوت. الاول نفهم العلاقه ماشيه ازاي، يعني ما نخش الحاجه انها صعبه قوي. نفهم العلاقه عباره عن ايه، نجمعها في اول مره وبعد كده نقسم نشوف المره اللي بعدها، والاجابه الثالثه هتبقى سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل. نخش على السؤال اللي بعد كده. السؤال هنا بيقول استخرج الشكل الشاذ برضو من الاشكال اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. تمام. طيب هنبدأ نركز كده بالراحة ونبدأ نشوف الشكل. طبعا شكل السؤال يخض، ولكن هو سهل جدا. هنلاحظ حاجة، المربع الابيض ده لما بيبقى موجود فوق بيبقى جنبه المربع الاسود. تمام كده؟ طيب هنا ايه؟ اسود جنب الابيض. تمام كده؟ طيب
هنا الشكل ده مظبوط لان هو اسود جنب ابيض، هنا اسود جنب ابيض، وهنا ايه ابيض جنب اسود، مفيش مشكله خالص. نبص على الشكل اللي بعده، برضو هنا المربع ايه الصغير ابيض دهوت جاي جنبه مربع اسود، برضو مفيش اي مشكله. الا الشكل الاخير بس هو هنا حاطط الاسود جنب الابيض، ولكن هنا حاطط الاسود جنب الاسود. يبقى اذا الشكل المختلف اللي هو اللي عندنا هو شكل رقم ايه. تمام كده، فهمنا العلاقه، لقينا الموضوع بقى سهل ومفيش اي مشكله فيه. زي ذلك دايما بقول لكم قبل ما نجاوب الاسئله، بصوا بصه كده يعني سريعه بس على الاسئله، على الاشكال كلها، وبعد كده هتلاقي الاجابه بقت سهله معاك. خش على السؤال اللي بعده. خش على السؤال اللي قدامنا، وهو سؤال برضو في بدايته تبقى فيه خضة شوية، ولكن هو سؤال برضو سهل جدا. تمام. نلاحظ انه بدأ من مربع ابيض، وبعد كده بزود مربع جوه ابيض، وبعد كده بقى 2 بيض. تمام كده. طيب نيجي نشوف اللي هو بالطول، هنا واحد اسود وزود 2 سود في الاخر. تمام كده. طيب يبقى ايه، وبعد كده لما نيجي نمشي بقى بالعرض هنا بالطول، هنا زود هنا مربعين بيض، وراح مزود واحد اسود، وهنا برضو راح مزود ايه، هنا بالشكل برضو هنا زود مربعين ايه اسود تحت، وراح مزود مربع ايه ابيض فوق. تمام كده. طيب يبقى اذا المفروض الشكل اللي عليه الدور هيبقى فيه مربعين اسود تحت. طيب يبقى نيجي على اليمين كده نستبعد اي حاجه فيها مربعات بيضاء تحت، يبقى الشكل ده كده مستبعد. مربعات سوداء قصدي ايه، يبقى تحت، يبقى نستبعد الشكل ده. تمام. وهنستبعد الشكل اللي هو تاني، اي شكل تاني برضو هنستبعده. طيب يبقى لازم نركز على الاشكال اللي فيها مربعات سوداء تحت. طيب لاحظ هنا ان هو برضو هنا زود المربعين البيض، وهنا زود مربع واحد اسود ايه تحت. يبقى اذا الشكل اللي هيبقى بعد كده مربعين سود تحت ومربعين بيض فوق. طبعا الشكل اللي موجود عندنا اللي يتناسب مع الشكل ده هو الشكل رقم دي، هو الوحيد اللي فيه مربعين سود تحت ومربع ايه ومربعين بيض فوق. هو الشكل رقم دي هو اللي ماشي معانا في كل الكلام ده كله، وتبقى هي دي الاجابه الصح. خش بعد كده على السؤال اللي بعده. هنيجي على السؤال ده، وهو سؤال مهم جدا عايز تركيز بس عشان خاطر نعرف نحله. لما نركز فيها هتلاقي سؤال سهل جدا، هو شكله صعب بس هو يعني السؤال ان شاء الله محتاج تركيز بس نعرف ازاي الميكانيزم بتاعه عبارة عن ايه. هو عايز ان احنا نختار من الاشكال دي الشكل الذي يعني اللي هو ايه اللي يكمل المنظومة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طيب تعالى كده نشوف ايه هو العنصر المشترك اللي موجود ما بين الايه الاشكال دي. لو هناخد مثلا الشكل الاولاني ده، هنلاحظ ان الشكل رقم 3 اللي هو الشكل ده عبارة عن دمج الاتنين اللي قبله، طب مع حذف الحاجات المتشابهة. طب ازاي الكلام ده؟ طب تعال نشوف مع بعض. هنا في اللي هو ايه مربع اسود، تمام، وبعد كده شكل بيضاوي. لو دمجناه وشطبنا الاتنين المتشابهين هنشيل طبعا، هنا هنلاحظ ان هنا هنشيل اللي هو الشكل البيضاوي، هيتشال من هنا، البيضاوي ده هيتشال، هيبقى اللي فاضل معانا الشكل اللي هو البيضاوي اللي بالطول. تمام. والاسود زي ما هو في النص، المربع اسود زي ما هو المربع في النص، وهنا الشكل البيضاوي موجود اهوت، وخدنا المربع اللي هو الابيض من هنا والمربع اسود من هنا، يبقى الشكل الدمج اهوت، ادي مربعين اللي هو الاسود والابيض في نفس مكانهم، والمربع اللي في النص، وشلنا بس الشكل البيضاوي اللي كان موجود ده اللي كان متشابه بين الاثنين. تعال نشوف مثال تاني برضو اكتر اوقع عشان خاطر نفهم الكلام. هنا في مربع اسود تحت ومربع ابيض فوق، وفي المستطيل اللي هو اللي احنا شايفينه اللي هو الاطار ده كده والاطار ده كده. لما نيجي ندمج الاتنين مع بعض هيبقى المربع الابيض زي ما هو والاسود زي ما هو، بس هنشيل المستطيل ده، ادي المربع الابيض والمربع الاسود وشيلنا الاطار اللي هو المستطيل اللي متكرر في النص. تعال نطبق بقى على اخر حاجه. هنلاحظ هنا ايه اللي متكرر ما بين الاتنين. هتلاقي هنا المستطيل اللي في النص متكرر، والشكل البيضاوي اللي هو بالطول اللي هو ايه اللي احنا شايفينه ده. لما نشيل الاتنين دول مع بعض هتلاقي الشكل اللي بعديه على طول هو الشكل رقم ايه. هتلاقي اللي هو الايه المستطيل البيضاوي اهوت، قصدي هتلاقي الشكل البيضاوي اللي بالعرض مع النقطه اللي هو المستطيل الابيض اللي موجود فوق ده اللي مش متكرر مع الشكل اللي قبله. يبقى اذا الاجابه الصح هي رقم ايه. تمام كده. نيجي معانا للسؤال الاخير اللي هو سؤال 14 في الجزء الاولاني، وهو ده اخر سؤال هنقفل بيه حلقتنا النهارده، ونكمل في الجزء التاني ان شاء الله. السؤال ده بيقول اختار من الاشكال اللي تحت من هنا ايه لغايه دي الشكل الذي لا ينتمي لجروب واحد او جروب اتنين. يعني عايز الشكل من الاشكال ده هي اللي لا يتفق مع اللي هو المجموعه الاولانيه اللي هو جروب 1، ولا المجموعه
التانية اللي هي الجروب 2. تمام كده. طيب طبعا بص زي ما احنا اتعودنا في الاول وشرحنا، هنلاحظ ايه العنصر المشترك اللي موجود واضح قوي قدامنا، ان هنا في سمبوكسه اسود، وهنا اسود، وهنا اسود، وهنا اسود. في الاربع اشكال هنا في السمبوكسه بتبقى لونها ايه؟ اسود. تمام. والباقي كله بيبقى معاه ابيض او إيه على حسب. ماشي. هنا برضو هنلاحظ لما نبص نلاقي في شكل واضح عندنا، هو هنا في مربع ابيض، مربع ابيض، مربع ابيض، مربع ابيض. ماشي. طيب تعال بقى نبص تحت كده ونشوف ايه الحاجه اللي مختلفه عن دول. هنا هنلاقي سمبوكسه سودا. تمام. يبقى بينتمي للمجموعه الاولانيه. اللي بعد كده هنلاقي مربع ابيض والباقي كله اسود، يبقى ينتمي للمجموعه التانيه. تمام كده. نيجي نبص هنا هنلاقي السمبوكسه بقى لونها ايه؟ ابيض. الله، يبقى هو ده الشكل الوحيد اللي مختلف. خلاص كده مبدئيا، حتى لو ما كملناش الرابع، بس حتى لو كملنا الرابع هنلاقي هنا في مربع اسود والباقي مربع ابيض والباقي كله اسود، يبقى اذا ينتمي تبع المجموعه دي. يبقى الشكل المختلف عندنا هو شكل رقم سي. وده كده الاجابه الصحيحه، اللي هو شكل رقم سي، هو اللي فيه السمبوكسه لونها ابيض. يبقى ده الاجابه المظبوطه، ده الشكل المختلف الذي لا ينتمي للمجموعه الاولانيه او المجموعه الثانيه. لغايه هنا تكون خلصت حلقه النهارده. إيه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وفادتكم، وارجو بكرر كلامي تاني، الشير للحلقه وسبسكرايب للقناه لو انت بتتفرج على القناه لاول مره، ولايك ولايك كتير جدا، خلاف التفاعلات اللي انا المفروض طبعا التعليقات اللي موجوده تحت على الفيديو، وان شاء الله هرد عليكم عشان نقدر نكمل الدعم بتاعنا. اشكركم جدا، وان شاء الله اقابلكم في الحلقه الجزء الثاني من سلسله الحلقات اللي موجوده دلوقتي، ومع السلامه.